السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة عن سنة مهجورة كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيعملها. لقيت سبحان الله ليها فوائد مهمة للحفاظ على صحتك، لأنك لما بتنام وتصحى بيطلع من وجهك وجسمك جلد ميت بيتساقط على فراشك، فبيسبب بكتيريا وجراثيم غير مرئية ممكن تسبب لينا حساسية في الجلد أو ارتكارية، بتسبب لينا برضو الهرش، وده بسبب عدم نفض الفراش، غير انه بيبعد اي جن موجود على السرير انه يطرق السرير عشان انت تنام. وبنقول بعديها الدعاء اللي هو قبل النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات، ويفضل واحنا بننفض 3 مرات نقول بسم الله بسم الله بسم الله. وبعدها لما تيجي تنام: وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وبكده أنت بتدعي لنفسك إن ربنا يرحمك ويغفر لك. وده أجمل الأدعية اللي تقولها في آخر يومك وأنت جاي تنام: اللهم تقبل منا صالح الأعمال.